السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب ام مالك. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مشرفيني ومنوريني دايما بوجودكم معايا في القناة. بتمنى كده من كل الناس اللي اول مرة تشوفني، يا ريت تنزلي في القناة وتشتركي وتفعلي الجرس. وكل الناس يا ريت لكل اللي شاف الفيديو ينزل يعمل لايك برضو، عشان القناة تكبر بإذن الله، والفيديو كده يعني ايه، فاهمين انا عاوزة اقول ايه؟ يعني يكبر، يعني ينتشر، ناس كتير تشوف. بس كده. واهم حاجة مش عايزين ننسى طبعا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات، عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا اوضه النوم معايا فيها، هعمل فيها روتين النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة تراب تراب تراب، مش عارفة من ايه التراب ده كله. بس هنمسكها ننفضها، مع اني بنفضها والله، بس انا عندي هنا الحتة اللي انا فيها ترابة. يعني كل يوم لازم كده التنفيض ده يحصل، ولازم تتنفض والتراب ده يتمسح. فالمهم بقى هبدأ اخش على الأوضة زي ما انتوا شايفينها كده مش نظيفة خالص. همسكها نفضها وكده، وغير فرش السرير. وطبعا هنفضها تنفيضة حلوة وتمام كده. وكمان هنعمل النهاردة مع بعض أكلة بقى. طبعا ما لحقناش شم النسيم، كان جاي في رمضان، فاحنا مش هنعدي برضو كده من غير ما نحتفل بشم النسيم ونجيب الأكلات المتينة بتاع شم النسيم ده، السردين ورنجة وبصل وخس والحاجات الجميلة دي. بس فزي ما انتوا شايفين كده بقى ببدأ أطبق الحاجة، وأشيل فرش السرير اللي كان عليه وأنفضه اهو يا حبايب قلبي. وطبعا هلمع كل الخشب بالملمع بتاع الخشب. بس هنفض التراب ده الاول، لان ما ينفعش المع وهو عليه يعني تراب كده، مش هيطفي الخشب ومش هيبقى حلو. مسكت بقى كيس المخدة اللي انا خلعته كده، نفض بيه التراب ده اهو. هطرت مني. هروح اجيبها طبعا وهنفض بقى برضو وهنا خلاص. عايزه اقول لكم ان انا كمان كنت تنيت المراتب بتاعه السرير، ونضفت تحت السرير وكنسته ومسحته كويس جدا، ورحت جايه مرجعه كل حاجه مكانها. وهفرش بقى السرير. إيه، ما كنتش هعرف طبعا اجيب وانا بعمل تحت السرير معاكم، علشان خاطر كنت هظهر في الكاميرا وانا بشيل وانا بحط وكده، وطبعا ده ما كانش ينفع. فالمهم ان انا شلت وخلاص، ظبطت ملاية السرير وفرشتها اهوت. وكده خلاص السرير بقى معايا زي الفل. هحط المخدات والتكاوي بتاعته او الخدديات. وكده خلاص اوضه النوم خلصت معايا. مسحتها بقى بالملمع ونفضت الدولاب. وخلاص لا لسه همسحها بالملمع اهو. بعد ما خلصت بقى حطيت الملمع اهو زي ما قلت لكم، وعلى فوطه قطن، وبدات بقى المع بيها الخشب، وهلمع الدولاب كمان والكومودينيهات وكله، واخلي الاوضه بتلمع معايا وزي الفل. بحب انا الملمع ده اصل الاوضه عليها ورنيش زجاجي، فانا بلمعه بالملمع بتاع الازاز، بيلمعها وبيخليها جميله جدا. وكمان بيعطر الاوضه معاها. بس انا مش هسكت على المعطر بتاعها ده بس، انا هحط برضو معطر جو. لميت بقى كده التراب خلاص على الفرشه والجاروف اهو، وما عادش حاجه في الاوضه. هطوقها بس كده وخلاص الاوضه. وزعفت الحيطان كمان على فكره. المهم ان انا نضفتها تنظيف عميق كده اهوت. طبعا زي ما انتوا عارفين في الفيديو اللي فات، زي ما كنت قايله لكم، انا كنت تعبانه قوي، فحاسه ان انا قايمه بقى يعني. بصوا، هو انا كنت عملت تحليل فطلع النقرس فيه عالي. فده كان بيخليني دايما ما اناش قادره اعمل حاجه. كنت كل ما اجي اتحرك في الشقه او اعمل اي حاجه ببقى مش قادره. فالمهم هنا بقى الحمد لله ربنا كرمني وقواني بقى، وبدات انضف في الشقه تاني. طلعت طبعا المروحه، حاولت ان انا افك البتاع بتاعها ده، الشبك ده، بس انا ما عرفتش. كسرت حته فيها كده، قلت لا مش هكملها كلها، اما جوزي يجي هو يبقى يفكها وينضفها لي. بس كده وخلاص بقى شغلت المروحه، والاوضه خلصت تمام الحمد لله، وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. شغلت بقى المراوح وهجيب بقى بقول لكم الاوضه خلاص لمعت يعني اهي، ما فيش فيها اي تراب ولا فيها اي حاجه.
خلاص. وروقت برضو الجزء ده دي الكرتونة بتاعة الكسوة اللي انا فرشاها في الصالة. وكده خلاص الأوضة بقت زي الفل الحمد لله. وجهاز الناموس، وكانت التوكة بتاعتي محطوطة رحت شلتها. هشغل بقى اللاب على القرآن الكريم وهسيبه شغال في الأوضة، وهرش المعطر وهطفي النور واطلع على المطبخ علشان انضف السردين والرنجة. وهتشوفوا حتة صينية بقى يا خراشي على جمالها كده، كانت جميلة جميلة جميلة. دخلت على المطبخ بقى زي ما انتوا شايفين كده، كنت منضفه الخس وحطيته يتنقع في شويه ميه وخل كده، عشان انتوا عارفين لازم الخضار ننقعه في شويه ميه وخل. وجبت الشفشق ده بقى عشان اعمل ايه، شويه كركديه، ما احنا هناكل حادق والضغط هيعلى، هنوطي الضغط بايه، بالكركديه. عملت بقى شويه كركديه اهو، وهحط عليه ميه، هعمله كركديه ساقع، لان زي ما انتوا عارفين ان الكركديه الساقع بيوطي الضغط. فانا هنقعه كده لان لسه بدري على ما نيجي نتغدى. هنقعه واحطه في التلاجة يخرج براحته، ونبقى نزوده سكر، اللي يعوز سكر يزوده. وهحطه في التلاجة يسقع بقى عشان يوطي لنا الضغط. ما انا زي ما قلت لكم السردين والرنجة هيعلوا الضغط. الكركديه ده اللي هو الاسواني، يعني لو كمية صغيرة جدا منه تعمل شفشق كبير. بس فبقول لكم بقى الخس هنا لازم كده نحط له ميه وخل علشان خاطر زي ما قلت لكم يتعقم يعني ويتغسل كويس. وهنا بقى بدأت اغسل الطماطم عشان اعمل سلطة رنجة برضو. ومعايا هنا بقى ده سردين كنت محدقاه اهو، حاجة كده وهم، وكان طعمه روعة روعة والله، كان طعمه جميل جدا يا بنات. عشان طبعا بقول لكم عشان مش لسه هزفر ايدي، انا هطلع لكم واحدة الاول تشوفوه. لكن طبعا انا هزفر ايدي واقف انضف ده كله، امال ايه، ده سردين ورنجة يعني. عايزه اقول لكم ان انا اكلت فسيخ وتعبت منه، فمش هاكله تاني خلاص بقى. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. اهو ادي السردين ما شاء الله مستوي وزي الفل وما فيهوش اي حاجه. كنت محدقاه علشان خاطر كنا هناكله يعني قلنا هنعمل يعني في شم النسيم، عشان بعد رمضان نبقى احنا نشم النسيم مع نفسنا يعني. بس كده هبدأ بقى طبعا امسك السردين ده، اشيل راسه واشيل القشر اللي عليه والجلد اللي بره ده، وهنضفه كله. وهقوم جايه حاطه عليه زيت وخل وليمون وهسيبه. وكنت جايبه رنجه برضو، هقوم جايه منضفه الرنجه وفتحاها واخده البطارخ بقى بتاعتها بصوا زي ما انتوا شايفين بقى كده، شوفوا شكل الصينيه اصلا. فتحت هنا، عملت هنا سلطه رنجه اهي اللي هي بالطماطم، وهنا اللي في الطبق اللي في النص ده اللي هو البطارخ بتاعه الرنجه، كانت مبطرخه كلها، كانت جميله. وده طبق السردين بقى نضفته، طبعا ما نضفتوش كله على قد اكلنا يعني. وعملت طبق السلطه الصغير ده، وبصل وليمون وخس، وكانت اكله جميله. خدناها وطلعنا على السطح عشان طبعا خفت الشقه تبوظ، يعني انا منضفه الشقه وقلت اما انضفها وشطبت المطبخ خالص، مفيش اي ولا معلقه في المطبخ. قلت عشان الاكله دي اصلا الواحد بياكلها وتحس ان هو جسمه بيحل من هنا، ما بيقدرش يعمل حاجه. فبرضه عشان ما زفرش الشقه بقى، ولا يعني المطبخ متظبط ونضيف، ما نزفرهوش ولا نوسخه تاني. قمت جايه واخده الصينيه وطالعين على السطح، جبنا لنا بقى ازازه سينا كولا. بصوا انا بحب السينا كولا او شويبس او فيروز، اللي هو اناناس وخوخ، بحب الطعمين دول قوي، وبرتقال، يعني بشربهم وبحبهم. اي حاجه تانية ما بحبهاش. ورحنا جايين طالعين على السطح بقى، اخدنا معانا كولمن ميه والكوبايات والحاجه الساقعه. وجوزي كان عامل لنا، كانت راقيه كده بيتعمل فيها شاي يعني على السطح. عملنا الشاي بقى وشربنا حاجه ساقعه، وكان يوم جميل جدا الحمد لله. ربنا يديم فضله ونعمته علينا يا رب. لو وصلتوا لهنا يا حبايب قلب ام مالك، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنتقابل في الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.